السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد على قناتي وايت حسناء عالم حسناء. اليوم غادي نشارك معكم هاد المسيمنات هادو، غادي نديروهم بالدجاج على شكل مذاق البسطيله. كيجيو زوينين وكيجيو رائعين. ها كنبدلو على البسطيله العادي اللي كنديرو بالورقه. قلت نديرهم اليوم بالعجينه ديال المسمن، كيجيو زوينين. شوفوا ليا كيجيو بحال شي بتي بان، كيجيو رائعين. خليكم مع الطريقة والمقادير ونبداو بسم الله. فواحد القصرية عندي هنايا واحد الزلافة ديال الدقيق الفورس، واحد الكاس ديال الدقيق الفينو. بالنسبة للكمية كديروا نتوما على حسب القياس الافراد الاسرة ديالكم. درت قياسي ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال العسل. غادي نزيد واحد القبيصه صغيره كيف كتشوفوا ديال الخميره ديال العجينه، غير واحد القبيصه صغيره. خماره وحده ديال الحلوى، وغادي نعجن. ودرت حتى معلقه كبيره ديال العسل قلتها لكم. صافي غادي نعجن بالماء عادي ديال الروبيني. بالنسبه للعجينه خاصها تكون خفيفه، ما تكونش قاصحه، باش هكا يجيوكم المسمنات رطبين ويجيو زوينين. صافي كندلكها مزيان وكندخل ليها الماء حتى كنعجنها. من بعد ما عجنتها كيف كتشوفوا كندهن يديا بشويه ديال الزيت، وغادي ندوز نشكلها كويرات. ما غادي نشكلها كويرات غادي نغطيها بلاستيكه وندوز نصاوب معكم الحشوه باش غادي نديرو هاد المسيمنات هادو. فواحد المقيله درت شويه ديال الزيت، عندي طريفات ديال الصدر ديال الدجاج، القياس اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو على حسب افراد الاسره. درت قياس ديالي ديال الملحه، واحد 4 معلقه ديال البزار، واحد شويه ديال الخرقوم، تقريبا واحد نص معلقه ما كاملاش، معلقه صغيره ديال سكينجبير. هنايا عندي واحد نص معلقه ديال راس الحانوت، تومه تقريبا واحد 2 ضروسه ديال الثومه. صافي غادي نشحر داك الدجاج، ندخل ليه العطريه وغادي نشحرو مزيان. غادي نزيد هنا واحد الضويمه ديال الزعفران باش كتعطينا حتى اللون وتتعطينا حتى المذاق. صافي دابا غادي ندوز غادي نزيد عليها البصله مشلضه، تقريبا هنايا عندي واحد 3 ديال البصلات مشلضين. صافي غادي نخليها طيب مع داك الدجاج حتى تهبط ليا البصله وتشحر مزيان وتذوب. عاد باش غادي نزيد كيف كتشوفوا راه البصله راه دابت، عاد غادي نزيد الربيع هو الاخر. صافي كندخل داك الربيع كيتشحر شويه. دابا غادي نزيد واحد 4 معلقه ديال البزار ديال القرفه عفوا، وغادي ندير السنيده. وتما في ديك المقيله اللي حداها راه كتشوفوا راه كنقلي شويه ديال اللوز من بعد ما سلقته فسختو وكنقليه في زيت بارده. هنايا كيف قلت لكم درت 4 معالق ديال القرفه، 2 معالق صغار ديال السنيده، واحد الصاشيه ديال زهره البرتقال، وغادي نشحر كلشي. صافي غادي نخليه على جنب يبرد ليا. ندوز دابا نصاوب معكم المسمنات من بعد ما طلقوا وارتاحوا باش يعطيوني الطوع ويجوني ساهلين باش نشكلهم. خديت المسمنه ديالي غادي نسرحها بهذا الشكل هذا، وغادي نربعها بحال كي كنديروا المسمن ديالنا العادي. ها نتوما كيف كتشوفوا الفيديو راه واضح وباين. غادي نشكلها على شكل مربع، غادي نستمر حتى نكمل المسمنات ديالي ونرجع معكم.
هنا من بعد ما كملت المسيمنات كاملين ربعتهم، رجعت للحشوه ديالي ديال الدجاج. من بعد ما بردات غادي نزيد عليها داك اللوز. من بعد ما قليته طحنته مهرمش شويه، ما طحنوش بزاف، خليوه شويه مهرمش باش يجي باش يعطي ديك التقرميشه في المسيمنات. صافي ما ديروش اللوز وهو الحشوه مازال سخونه باش هكا تبقى محافظ داك اللوز على التقرميشه ديالو. صافي خلطت الحشوه وغادي ندوز دابا نعمر المسيمنات ديالي. خديت داك المربع ديال المسيمنه كنطلقو، كندير الحشوه الوسط بهذا الشكل كيف كتشوفوا، وغادي نجمع ليها الجناب بهذه الطريقه هذه، كتجي بحال شكل كرواسه. ها انتم شفتوا، غنعاود معكم وحده اخرى. غادي نطلقها، غادي ندير الحشوه في الوسط. ركزوا بزاف على الجناب وخليو الوسط باش هكا ما تقطعش ليكم. كندير الحشوه الوسط وغادي نبقى نجمع الجنيبات بهذا الشكل هذا هكا كيف موضح في الفيديو. صافي غنستمر تنكملهم. من بعد ما كملت المسيمنات ديالي غادي ندهن لهم الوجه ديالهم. خديت صفر بيضه مع واحد شويه ديال الحليب، خلطتهم وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم باش هكا يتحمروا ويعطيونا لون زوين. صافي خديت موس يكون ماضي وكنشرطهم هكا، ما كنورقش بزاف حتى تقطع ليا العجينه، غير كنشكلهم بهذه الطريقه هذه كيعطي واحد المنظر زوين بعد ما كيطيبوا. صافي الفران يكون سخون، كتدخلوهم كتنقصوا عليهم الفران باش كيطيبوا لكم حتى من الداخل. وهنايا من بعد ما طابوا ها هما، شوفوا ليا كيفاش جاو. تقدروا تخليهم غير هكا عاطيه لنا منظر زوين. انا خديت شويه ديال العسل، دهنت لهم الوجه ديالهم بشويه ديال العسل، وغادي نرش عليهم شويه ديال الكاوكاو مهرمش بهذا الشكل هذا. كيف تقدروا تخليوهم غير هكاك بلا ما تزينوهم، اصلا راه هما عاطين المنظر زوين. صافي هادو هما المسيمنات ديالي، شوفوا كيفاش جاو زوينين رائعين. جاو بحال شي بتي بان معمر بمذاق ديال البسطيله. انا نحل معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا لي المسيمنه، شوفوا باقا سخونه، حليتها معكم بديك الحشوه ديال مذاق البسطيله بالدجاج، كتجي زوينه وكتجي رائعه. غادي نصاوب معكم دابا واحد العصير. عندي هنايا 4 ديال الليمونات مقشرين، غادي نزيد عليهم باربه مسلوقه. القياس تحكموا في القياس نتوما اللي بغيتو. خديت الباربه مسلوقه خليتها حتى بردات، وعندي الفريز. صافي وغادي ندير الكميه ديال الماء على حسب الختوريه اللي بغيتو، وندير قياسي ديال السكر وغادي نطحن. كيجي واحد العصير اللي منعش وكيجي زوين وصحي. شوفوا لي العصير كيفاش جا، كيجي خاتر وصحي وزوين. وهادو هما الوصفات ديال اليوم. كنتمنى فيديو اليوم يعجبكم، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم واشتراك في القناه. خليتكم على خير، فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.